من الأشياء اللي بتواجهنا في الحملات الإعلانية إنك تعمل حملة إعلانية تجي كل الرسائل من الجنسيات اللي هي غير مرغوب فيها، هنود، باكستان، بنغالا وغيره من الجنسيات اللي هي بالنسبة لك أنت ما هي فيها مستهدفة. دي من أكثر المشاكل اللي بتواجه الناس. أنا إن شاء الله في الفيديو ده هحاول أديكم حل نظري، وإن شاء الله اللي قدام إذا الناس طلبت حنشتغل حملات عملي، ما عندي إشكال. بس الآن نحن في سلسلة 30 معلومة تسويقية في 30 يوم. إن شاء الله كل يوم أنا حأدي معلومة. المعلومات دي زي ما قلت هي عن تجارب، وليس مقروءة، وليس مشاهدة، وليس دورات. هي حاجات أنا مارستها، تجارب أنا داير أشارككم لها. إذا أخطاء وقعت فيها أو أشياء أنا مريت بها، فإن أخطأت فمن نفسي، وإن توفقت أو كانت صحيحة فهو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. السبب الأول أنا بشوف إنك أنت بتوسع جمهورك. بمعنى شنو؟ حاول تضيق الجمهور في الاستهداف بتاعك. يا جماعة حاول إنك استهدف الأجهزة العالية. ببساطة انت الان في الدول اللي هي مثلا الامارات، مثلا السعودية، فيها كمية بتاعت اجانب ما شاء الله تبارك الله، فالكمية كبيرة جدا، فانت حاول تستبعدهم. ف هتستبعدهم كيف؟ في ناس بتقول لي يا اخي نستهدف لغة عربية. انا بالنسبة لي اللغة، لانه مثلا اجهزة الايفون تقريبا كلها او في عندنا ناس كتير جدا بيشتغلوا الاجهزة حقتهم باللغة الانجليزية. فانا بقول لك انك استبعد الاجهزة المستخدمينها الجنسيات التانية. بمعنى شنو؟ انه اذا لاحظت او شفت حواليك بتلقاهم يعني 90% منهم هم بيستخدموا اجهزة الاندرويد او الفئات الصغيرة، بسبب انه الدخل حقنا نحن كاجانب، بسبب انه الدخل شوية اقل من هم الخليجيين، فربنا يزيدهم ان شاء الله يا رب. فالفكرة كلها انه انا استبعد الاجهزة. يعني مثلا انا عاوز اشتغل حملة الفئة المستهدفة عندي مثلا خليجيين، فحستخدم اجهزة الايفون وحتشوف النتائج. ايوه حتقول لي في خليجيين شايلين اندرويد، ايوه والله فعلا شايلين اندرويد، لكن ديل انا ممكن انافس في 10 او 5% من اجهزة الاندرويد. خلاص خلي ال 5% او ال 10% في الاندرويد ما دايرهم كبداية في الخوارزميات او حملاتك، استبعدهم. ابدا في البداية باجهزة الايفون 3 4 5 شهور اشتغل عليها لحد ما الخوارزميات تفهم انه ده فئتك المستهدفه. بعد ذاك الخوارزميات بعد 5 او 6 شهور بعد تشتغل فتره الحساب الاعلاني بيفهم ان انت جمهورك المستهدف هو الخليجيين. لانه كل المنصات اللي هي بالذات مثلا ميتا اللي هي واتساب مربوطات مع بعض، فهي بتشيل البيانات، بيجيب لك الجمهور مشابه. بعدك حتوصلك لقدام، ممكن تعمل حمله كل الاجهزه اندرويد او ايفون، بعدك الخوارزميات حتمشي معاك عادي جدا. فانت حاول انك تستبعد الاجهزه اللي بيستخدموها العماله في الدول دي. افضل لك واريح لك، وانا شاكر لكم ومقدر لكم. في حاجه تانية ممكن تستهدف، تستبعد حتى المناطق، في مناطق موجود فيها العماله برضو ممكن انت تعمل لها استبعاد. لكن الحاجه الاساسيه ورقم واحد انا بالنسبه لي الاستبعاد اجهزه الاندرويد، وده عن تجربه شخصيه جدا، جربها وحتشوف النتائج. فانا شاكر لكم والله ومقدر لكم. في الختام اسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ويوفقكم كلكم.